5 انترفيوهات دخلتهم وما نجحتش فيهم، واتعلمت من كل واحد فيهم درس. في الفيديو ده هقول لك ايه اللي حصل بالظبط وايه الدروس اللي انا استفدتها. انا احمد الفخراني ودي القناه بتاعتي. طيب هو الطبيعي ان انا اقول لك ازاي نجحت، يعني اقول لك بقى رحله كفاحي من صفر مثلا لكذا، او ان انا ازاي وصلت لكذا، او ان ازاي حققت كذا. بس انا شايف ان الافضل ان احنا نبص على النقط اللي احنا فشلنا فيها ونتعلم منها، لان التعلم من الخطأ دايما بيبقى قيمته اعلى وافيد واحسن. فخلينا نبدأ باول انترفيو. في الانترفيو ده كان الشركه بتسالني عن كوبرنيتس، هم كانوا عايزين حد شغال كوبرنيتس، وانا كنت يعني بصراحه لسه في الاول في موضوع الدوكر والكوبرنيتس، ما كنتش لسه وصلت لخبره عاليه يعني. فسالني سؤال عن ازاي ان انا اقدر اديبلوي كوبرنيتس كلاستر على بيئه اي دبليو اس على الكلاود يعني. فقلت له ممكن نديبلوي من خلال اي كي اس اللي هو الخدمه اللي اي دبليو اس بتقدمها للكوبرنيتس، او ممكن نختار حاجه زي كابس. لو انت مش فاهم قوي التكنيكال ديتيلز بتاعت اللي انا بقوله مش مهم يعني، مش هو ده هدف الفيديو ان انا اشرح لك ايه هو كوبرنيتس او ازاي بينزل على اي دبليو اس. انا بس عايزك تركز معايا في الحته اللي جايه. المشكله كانت فين؟ المشكله ان انا كنت بدات شويه في كوبرنيتس، بس ما كنتش نزلت ابدا اي كوبرنيتس كلاستر على اي دبليو اس، لا باستخدام اي كي اس ولا باستخدام كابس ولا باستخدام اي حاجه. انا كنت الموضوع بالنسبه لي كله مجرد يعني ايه كلاستر، يعني ايه وركر نود، يعني ايه ماستر نود، وهكذا. فهو كان عايز يتاكد ان انا اشتغلت بايدي، يعني ان انا دخلت في الموضوع واشتغلت بايدي. فسالني سؤال اعقد شويه وقال لي طب ايه الفرق ما بين كابس وما بين اي كي اس؟ يعني امتى اقدر استخدم كابس وامتى اقدر استخدم اي كي اس، وايه العيوب بتاعه التول دي والتول دي، وايه مميزات كل حاجه فيهم. فللاسف ما قدرتش اجاوب قوي، يعني جاوبت اجابه ما عجبتهوش. ممكن ابقى اعمل فيديو منفصل بعد كده عن الطرق اللي احنا بننزل بيها كوبرنيتس على اي دبليو اس، واقول لك الفرق ما بين اي كي اس وكابس وكيوب اي دي ام حتى. بس خلينا في موضوع الفيديو. طبعا النتيجه ان انا اترفضت، ريجكتد. الدرس اللي انا استفدته من الانترفيو ده ان انت لو مش عارف حاجه بلاش تفتي. يعني لو اتسالت سؤال تكنيكال انت ما انتش عارفه او انت ما اشتغلتش بيه بايدك، مش عيب ان انت تقول انا ما اعرفش. لانك لو قلت ان انت عارف وبعدين بدات تجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، يعني سطر قريته في ارتكل على كلمه سمعتها في فيديو على حاجه سمعتها من واحد صاحبك، وعايز تقول للانترفيور ان انت فاهم، فهي حاجه من الاثنين: يا اما هو هيدرك من الاول خالص ان انت مش عارف وبتحاول تفتي، يا اما ممكن تعدي في الانترفيو ودي اسوأ، لانك بعد كده هتدخل الشركه وتفاجئ ان انت مطلوب منك حاجات انت ما تعرفهاش. وممكن في اول شهر او اللي هو البروبيشن ده يقول لك معلش احنا مش هنكمل معاك، احنا كنا فاكرين ان انت عندك خبره في المجال الفلاني بس طلع ما عندكش خبره، فاحنا اسفين انت مش هتكمل معانا. تاني انترفيو برضو كان عن كوبرنيتس، وسبحان الله كان العكس. يعني كانت الانترفيو الاولاني من قبليها مثلا بكذا سنه كنت مش فاهم ايه هو كوبرنيتس. الانترفيو التاني لا، كنت بقى خدت كورسز واشتغلت بايدي وبنيت خبره عمليه كبيره بفضل الله يعني. فكنت داخل بثقه. فاتسالت سؤال المفروض ان هو سهل وبسيط: وات از كوبرنيتس؟ ايه هو كوبرنيتس؟ بيعمل ايه؟ المشكله ان انا جاوبت اجابه اكبر واطول بكتير من اللي هو مستنيها. يعني بدل ما اقول له ايه هو كوبرنيتس او ايه هي المشاكل اللي بيحاول ان هو يحلها كتكنولوجي، انا دخلت بقى في الفرق ما بين كوبرنيتس وبرودكت مثلا زي هاشي كورب نوماد او اباتشي مازوز، وليه انت المفروض تستخدم كوبرنيتس وما تستخدمش التو برودكتس التانيين. وقعدت اتكلم مثلا بتاع 12 دقيقه تقريبا، حاجه زي كده، لدرجه ان الراجل قاطعني في النص. يعني كنت لسه مكمل للاسف يعني. الراجل قاطعني في النص الانترفيور وقال لي خد بالك الانترفيو طويل وانا لسه عندي حوالي 7 أو 8 اسئله هسالهم، فلو هتاخد في كل سؤال في 12 دقيقه فاحنا كده هنقعد اكتر من ساعه، وانا للاسف ما عنديش وقت لده. طبعا انا قريت من وشه ساعتها ان هو خلاص الموضوع انتهى، يعني هكمل الانترفيو كل حاجه بس خلاص انا في الانترفيو ده I got rejected يعني. فالدرس الثاني: لو انت عارف في حاجه قوي بلاش تستسرد فيها زياده عن اللزوم. يعني خلي اجابتك في المضمون، ما تخرجش بره اللي هو عايزه. وات از كوبرنيتس؟ كوبرنيتس 1 2 3 4 وبس على كده. ما تستطردش الا لو هو طلب منك ان انت تتكلم زياده. طب قول لي اكتر، عرفني اكتر، قول لي مثلا على يوز كيس حصل فيها كذا، قول لي على مشكله حصلت وانت حلتها وكذا. انما طالما ما طلبش يبقى هو مش انترستد انه يعرف، فبلاش انت تجبره ان هو يسمع حاجه هو مش عايز يسمعها. تالت انترفيو كان قاسي شوية. الانترفيو كان تكنيكال، وبعدين في اخر الانترفيو انطلب مني اعمل تاسك، ودي حاجة كومن شوية بقت، يعني ما كانتش موجودة زمان يس، يعني في اخر مثلا 2 3 بقت منتشرة ان انت في الانترفيو يقول لك طيب ماشي انا سألتك سؤالين 3 وانت جاوبت صح، بس انا عايز اطمن اكتر، فلو سمحت انا هدي لك تاسك تعملها. التاسك ده بيبقى حاجة مثلا زي بروجكت بسيط، اعمل لي مثلا سي اي سي دي بايبلاين، اعمل لي مثلا ابلكيشن مثلا بيعمل الحاجة الفلانية او حاجة زي كده. بتبقى تاسك بسيطة المفروض ما تاخدش منك 2 3 شغل يعني.
وبتبقى مثلا في تاني مره بتحضر فيها الانترفيو بتجيب معاك الكود في مثلا الجيت هاب ريبوزيتوري اللي انت حطيته عليه، وبتبتدي تشرح للانترفيور انت عملت ايه، فبيفهم من ذلك هل انت فاهم ولا لا، هل انت تعرف تعمل ابلكيشن فروم سكراتش او تعمل ديف ابس بروجكت فروم سكراتش ولا لا. المشكله بقى فين؟ هو طلب مني تاسك، بس هي للاسف ما كانتش تاسك بسيطه. هو طلب مني اعمل انفراستراكشر كامله بهاي افيلابيلتي، يعني دي سي سايت ودي ار سايت. طلب مني ان انا استخدم AWS واستخدم تيرافورم. طلب مني ان انا اديبلوي ابلكيشن اون توب اوف الانفراستراكشر دي. انا فاكر ان هو كان جوست، للي يسمع عنه جوست ده حاجه زي ووردبريس كده. كان عايزه كمان بطريقه سيرفرلس، وان هو كمان يكونكت على S3. المهم كان سوليوشن معقد للغايه، يعني هو انا اقدر اعمله، بس هو ده سوليوشن معقد، ما هوش حاجه تنطلب في انترفيو. دي حاجه تنطلب منك في سبرنت بحاله، وتقول لي بقى انا هاخد عليها كام ستوري بوينت وهشتغل فيها مع حد ولا لا، او حاجه زي كده. انا مش حاجه تنطلب في انترفيو. المهم يعني ان انا قلت له على فكره حاجه زي كده يعني هتاخد وقت، يعني دي حاجه مش بسيطه. فقال لي ما انا واخد بالي. التاسك دي خد بالك بقى من الكلام، التاسك دي هتاخد على الاقل 8 ساعات شغل. فقلت له اوكي، 8 ساعات شغل ده يعني يوم عمل باي ذا واي يعني. فانا سكت، انا لسه بسمع منه واشتري منه يعني. فقال لي هو الناس الطبيعيه ممكن تعمله من 8 ل 16 ساعه، لكن انا اعرف حد كان شاطر جدا وعمل التاسك دي في 48 ساعه، بس عملها بالكامل. فوانا قاعد فكرت، هو 48 ساعه على 8 ساعات في اليوم يديني كام؟ 5؟ لا مش 5 ده اللي هو اسبوع عمل، لا هو 48 على 8 ايكوالز 6. يعني انت عايز 6 ايام عمل، مش بتتكلم في ساعه ولا 2، انت عايز اسبوع شغل زائد يوم الويك اند. انا ساعتها قبلت، لان كنت ساعتها فعلا محتاج الشغل، وكمان الموضوع كان تشالنجينج بالنسبه لي. انا حسيت ان هو طب يلا، التاسكايه حلوه، انا عايز اعملها، انا عايز استثمر فيها وقتي حتى لو هاخد وقت. التاسكايه دي خدت مني قد ايه؟ خدت مني يومين ويك اند زائد يوم عمل اشتغلت فيه بعد يعني انا كنت شغال في شركه، فكنت بخلص شغل مثلا الساعه 5 او 6 وبكمل شغل مثلا لحد الساعه 12 بالليل. كان توتال حوالي 18 او 20 ساعه حاجه زي كده. وقدمت البروجكت. لو انت انترستد على فكره انا هحط لك لينك للبروجكت ده في الديسكربشن بتاع الفيديو. عملت جيت هاب ريبوزيتوري، حطيت فيه الكود بتاع البروجكت لاي حد يعني انترستد ان هو ياخد فكره او يبص عليه. قدمت البروجكت للانترفيور، وللاسف I got rejected. وللاسف اكتر هو ما قاليش كمان انا got rejected ليه. هو كل اللي قاله لي السوليوشن غلط، روح ذاكر AWS، روح ذاكر كوبرنيتيس وبعدين تعالى تاني. طب يعني ابسط حاجه ممكن تقعد معايا 10 دقائق او 5 دقائق او 3 دقائق حتى تناقش معايا الكود فيه مشكله فين. يعني انت ليه مش عاجبك اللي انا عملته؟ انا استثمرت من وقتي ومجهودي حوالي 20 ساعه او حاجه زي كده، ودول كانوا unpaid. يعني انا ما خدتش اي فلوس منك مقابل هذا العمل، لان ده جزء من الانترفيو بروسس، محدش بيدفع لحد حاجه اثناء الانترفيو. فعلى الاقل احتراما ليا واحتراما للوقت اللي انت قعدته معايا في الانترفيو، واحتراما للوقت اللي انا قضيته اعمل التاسك اللي انت قلت لي عليها، اقعد معايا ولو حتى دقيقتين، قول لي، او حتى ابعت لي ايميل، مش لازم تقعد معايا، قول لي البوينتس الفلانيه، بوينت دي والبوينت دي والبوينت دي مش هو اللي احنا عايزينه، فانا اسف انت مش مقبول. فده ما حصلش. طيب الدرس المستفاد ايه؟ الدرس المستفاد ان انت وقتك له قيمه. يعني بغض النظر بقى انت جونيور، ميديور، سينيور، لسه متخرج، لسه في الكليه، لسه بتذاكر، وقتك يا فندم له قيمه. لازم تفهم ده كويس جدا جدا جدا. لو ما فهمتوش للاسف هتتعرض لمتاعب كتيره قدام. فلما تيجي في الانترفيو وينطلب منك تاسك تاخد منك اكتر من 2 3 قول له انا اسف انا مش هنفذها، انا عندي شغلي، مش هينفع ان انا اسيب شغلي طبعا واشتغل في الانترفيو، لان ده طبعا unethical وحرام كمان شرعا. وبعد الشغل انا ليا الفاميلي تايم بتاعي، انا عندي ورك لايف بالانس انا بحترمه. فانا ممكن طبعا اتغاضى عن كل ده واعمل لحضرتك التاسكايه اللي انت طالبها مني، بس لو هتاخد مني اكتر من 2 3 فانا اسف. لما تيجي تقول لي التاسكايه دي هتاخد منك على الاقل 8 ساعات شغل، يبقى انت بتهزر، انت مش بتعمل انترفيو. فدي الدرس اللي انا طلعت بيه. انت مش فاضي ان انت تقعد 18 و20 و30 و48 ساعه زي ما هو بيقول، يعني 6 ايام عمل ورا بعض عشان تعمل تاسك وبعدين تقدمها، ويمكن تقبل ويمكن ترفض، وفي الاخر انت ضيعت وقت على الفاضي. نيجي بقى لرابع انترفيو، ده لو جاز ليا اصلا ان انا اسميه انترفيو، وهنعرف ليه دلوقتي حالا. الانترفيو ده كان مع شركه، وللاسف الشديد انا نسيت ميعاد الانترفيو. كنت قاعد بشتغل على المكتب وبعدين فوجئت ان جالي نوتيفيكيشن من الكالندر ان انا عندي انترفيو كمان 10 دقائق، اللي هو في ميتنج دلوقتي. فايه ده انا نسيت. انا نسيت خالص. انا فعلا يعني راح من بالي خالص، كان عندي حاجات تانية، حاجات شخصيه وحاجات في الشغل، فعلا نسيت الانترفيو تماما. دخلت
طبعا unprepared. فكانت سيده يعني بتكلمني فبتقول لي انت تعرف ايه عن الشركه اللي انت هتقدم فيها؟ فطبعا للاسف ب 10 دقائق ريسيرش ما لحقتش اعرف حاجه غير اسمها، يعني ما لحقتش اعمل اي ريسيرش عن الشركه. فقلت لها بصراحه انا اسف، كنت صادق معاها يعني، للاسف انا ما لحقتش اعمل ريسيرش على الشركه، كان عندي كذا حاجه، وللاسف انا اصلا كنت ناسي ميعاد الانترفيو، فمعلش انا اسف يعني. فهي تفهمت الموضوع وطبعا قفلت المكالمه بعديها بمفيش دقيقه. وطبعا ما احتجتش ان انا اعرف ان انا اترفضت، يعني هي حتى ما بعتتش ايميل، انا اللي بعت لها ايميل اعتذار ان هو معلش انا اسف ان انا ما اديتش حضرتك الاحترام الكافي ولا للشركه اللي انا رايحها، اخد من وقتي مثلا نص ساعه او ساعه اعمل ريسيرش عن الشركه قبل ما اتقدم ليها في انترفيو. الدرس اللي طلعت منه ايه؟ ان انت ما ينفعش تروح انترفيو وانت مش عارف انت رايح تكلم مين او تعمل ايه. مش مجرد ان انت جالك انفيتيشن انك تعمل انترفيو تبقى خلاص يبقى خلاص الموضوع خلص، لا انت لازم تدخل تذاكر الشركه دي بتعمل ايه بالظبط، نشاطها عامل ازاي، بدات امتى، سنه كام، رايحه على فين. الانترفيورز اللي انت هتقعد معاهم المفروض طبعا ان انت في الانفيتيشن بتاعه الانترفيو يدي لك اساميهم فلان وفلان وفلانه وفلانه، فتدخل على اللينكدين بروفايلز بتاعتهم لو هي موجوده، تشوف الناس دي كانت شغاله فين قبل كده، تشوف الخبره بتاعتهم عامله ازاي، علشان لما تقعد تبقى قاعد مع حد انت عارفه مش بتتعرف عليه. دي تفرق جدا في الانترفيو. ويمكن في فيديو ان شاء الله قدام هنعمله هقول لك ايه هي التكنيكس اللي المفروض تبقى عندك وانت بتعمل الانترفيو، وازاي تعدي في مرحله الانترفيو التكنيكال تحديدا لحد الاخر يعني. بس هي الغلطه طبعا ان انا ما عملتش الديو ديليجنس او اللي هو الريسيرش اللازم علشان ادخل الانترفيو مع الشركه. اخر انترفيو معانا وده اقصى واحد واشد واحد عليا، لذلك انا اثرت ان انا اسيبه للاخر لانه بيمس سيناريو اعتقد ان مفيش حد فينا ما تعرضلوش. الانترفيو كان مع شركه من الشركات الكبيره في مجال مهم، وبدانا الانترفيو بروسس. خدنا اول انترفيو اللي هو بيسموه السكريننج، وبعدين تاني انترفيو اللي هو التكنيكال، وبعدين ثالث انترفيو اللي هو برضه كان تكنيكال، وبعدين رابع انترفيو اللي هو انت بتقابل التيم، وكان فاضل انترفيو خامس. الستيجز بتاعتهم كانت 5. اخر واحد خالص كان المفروض ان انا هقابل السي اي او بتاع الشركه اللي هو الرئيس التنفيذي يعني. وكذا حد قال لي يعني من الشركه ومن بره الشركه، الناس اللي هي كانت الريكروتر يعني، قال لي ان دي خطوه تعتبر تحصيل حاصل، دي خطوه المفروض ان هي معتاده، انت خلاص الحمد لله اتقبلت. هو بس السي اي او بتاع الشركه بيحب ان هو يشوف كل موظف قبل ما يدخل الشركه، حاجه كده المفروض انها مش انترفيو اكتر من ان هي دردشه يعني مع الشخص اللي انت هتشتغل في الشركه اللي هو بيديرها او اللي هو السي اي او بتاعها. الانترفيو كان ميعاده يوم الثلاث الساعه 5 مساء، وطبعا انا بلغت الميعاد ده قبلها باسبوع، خدت اجازه من الشغل تماما عشان افضل الانترفيو. فوجئت ان الساعه 3 مساء اللي هو قبل الانترفيو بساعتين بالظبط، لقيت الريكروتر بيكلمني بيقول لي معلش الشركه اتصلت بيا وقالت لي هم هيلغوا الانترفيو بتاع النهارده. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. في فيدباك جالك؟ مفيش فيدباك جالي. طب هل يعني هيلغوه يعني هيأجلوه لميعاد تاني ليوم تاني، ولا هيأجلوه يعني هيلغوه يعني البروسس كلها انتهت؟ قال لي صدقني انا ما اعرفش. فطبعا سابني في حاله اعتقد كلنا عارفينها، يعني هو مزيج من الاحباط على الدهشه على المفاجاه على مشاعر كتير كلها مش لطيفه. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبين لي ايه اللي حصل بالظبط، لان واحد من الانترفيورز اللي هو كان مسؤول عن الانترفيو بتاع يوم الثلاث ده بعت ايميل لزمايله في الشركه، وغالبا من دون ما يقصد حطني في السي سي. فالايميل وصلني، هو كاتب في الايميل ان كان في ريد فلاجز كتير في الانترفيوهات اللي قبل كده. طب ايه هي الريد فلاجز؟ طب انت ما قلتليش عليها ليه؟ طب الفيدباك اللي جه من الانترفيوهات الاولانيه كان كله كويس، طب انت ليه بتقول لي النهارده قبل ميعاد الانترفيو بساعتين بس ان كان في ريد فلاجز؟ وهو برده بيقول من ضمن الايميل ان هو هيعمل معايا مكالمه تاني يوم عشان يفهمني ايه اللي حصل بالظبط. طبعا الكلام ده ما حصلش، ولا عمل مكالمه ولا عمل ميعاد ولا اي حاجه، وده كان نهايه الموضوع. هو بس بلغوا الريكروتر ان احنا مش هنكمل مع احمد بدون اداء اسباب، وخلص الموضوع على كده. طب ايه الدرس اللي طلعت منه؟ الدرس اللي طلعت منه هو اهم درس في الفيديو ده كله. ما تزعلش لو اترفضت في انترفيو، ما تزعلش لو عملت انترفيو وجالك فيدباك سيء، دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، لان الفيدباك ده معناه هي دي الحاجات يا فلان او يا فلانه اللي انتم محتاجين تشتغلوا عليها. انا لما جالي فيدباك ان انا مش فاهم كابس واي كي اس، رحت وذاكرت كابس وذاكرت اي كي اس، وبفضل رب العالمين بقى عندي خبره في الاداتين وفي كوبرنيتس بصفه عامه. فالفيدباك السيء مش حاجه وحشه، بالعكس دي حاجه كويسه تقول لك انت محتاج تحسن ايه في السي في بتاعك. لو ما جالكش فيدباك خالص ما تزعلش، ربنا سبحانه وتعالى ما قسملكش الوظيفه دي لانها مش نصيبك مش رزقك ان شاء الله هيبقى بحاجه احسن من كده. اما لو جالك فيدباك بطريقه ان بروفيشنال زي اللي انا وريته لك من شويه، فانت تحمد ربنا كتير قوي قوي قوي، لانك لو دخلت شركه بالمنظر ده فربنا لوحده يعلم انت هتعاني من ايه جوه. يعني تخيل لما انت من على البر خالص بتتعامل بالطريقه دي، انت لسه ما اشتغلتش، ده انت لسه بتقول صباح الخير انا عايز اشتغل معاكم،
امال بقى لما تدخل الشركه نفسها ويبتدي تتعامل بقى مع الشخصيات اللي هي ان بروفيشنال بالمنظر ده، هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك حاجه من الاثنين، يا مضطر ان انت تكمل غصب عنك عشان خلاص انا اشتغلت، مش هينفع ان انا اقدم استقالتي وانا لسه مثلا بقالي شهرين ثلاثه، هيبقى شكلها وحش في السي في. يا اما هتضطر ان انت تقدم استقالتك وتمشي وتبقى خسرت من وقتك ومن عمرك شهرين او ثلاثه او سنه حتى. فاخر واهم درس بقوله لك، ما تزعلش لو ما جالكش فيدباك، ما تزعلش لو جالك فيدباك سيء، ما تزعلش لو جالك فيدباك ان بروفيشنال بالطريقه اللي انا قلناها دي، ما تزعلش، بالعكس افرح وقول الحمد لله، ربنا الحمد لله كاتب لك الاحسن. وده كان كل اللي عايز اقوله في الفيديو ده. انا احمد الفخراني، شكرا على حسن المتابعه.